طبعا احنا كتبنا عن الموضوعات اللي هي برضو كانت تمسه وهو راهب في مصر قديمة، كتبناها في كتاب مذكرات القصة. كنا عايزين نقول بعد كده ربنا اختار ان يكون بطرة في الكنيسة بواسطة يمكن الخلفية الكبيرة اللي كان عايشها هو، سواء في المغارة في برموس او سواء في طاحونة الجبل او في مصر القديمة. وبيقولوا الاولاد اللي كانوا بيروحوا والزوار كانوا بيروحوا عنده من ضمنهم ابونا سليمون ابن اخته ثم مينا فليمنك وابن اخته ابونا مينا نعمة الله في استراليا. بيقولوا كنا نروح نقعد عنده الاجازة الصيفية في طاحونة الهواء، فنقعد عنده اسبوعين ثلاثة او شهر في الاجازة الصيفية ونساعده في طاحونة الهواء. فيقول انه كان ينيلنا على الارض على سجادة ويغطينا ببطانيات، لكن هو كان دايما بينام على دكة خشب من بتوع الكنيسة في طاحونة الهواء. وطاحونة الهواء دي مدورة، فكان طاحونة الهواء محطوطة بالعرض كده، وكان بيقول طاحونة الهواء الطاحونة دي عشان ضيقة فكانت الدكة تبقى صغيرة طولها يدوبك حوالي مترين الا ربع او متر ونص، لكن عرضها لا يتعدى عن 25 سم وملهاش ظهر. فكان ينام نومة غريبة جدا وكان يبقى فارد جسمه عليها، يعني نومة يعلم بها ربنا. وكان هو ينام على الارض، وكان دايما يذهب ينام على الكنبة دي على طول، وكنبة الخشب على طول، حتى راسه بخدة صغيرة وغطاء خفيف. وكانت صيف وشتاء ينام من النومة دي، لأن الطاحونة عشان مدورة القطر بتاعها يبقى أقل يمكن من مترين، وكمان دي كمان شروطه في النص محطوط على جنب، وكان في الجنب الثاني تلاقي فرن والسلم بتاع ثاني دور عشان المسبح كان في ثاني دور، وكان يطلع يصلي فوق في الثاني دور وينزل ينام تحت ويخبز تحت ويشرب تحت وياكل تحت وكل حاجة تحت. فكان كل ده جنب الكنبة اللي بقول حضرتكم عليها دي. فكانت يعني صراحة نوع من التقشف ونوع من الأدب لجسمه. امال هو يعني الواحد عايز يعرف ليه ربنا اختاره بطرك، وكان على ايده الامجاد اللي حصلت في الكنيسة في عهده. لابد ان في خلفية عظيمة الواحد لم يلمسها بعد الا بشوية حاجات بسيطة جدا نسمع عنها او شفناها او الى اخر من الناس المحيطين به. بعد ما ترسم بطرك بقى وراح البطرخانة، احنا كنت انا واخويا شقيقي اكبر مني بسنة، رحنا سكننا عنده في بيت الطلبة. وفي ايام جاء واحد من الطلبة اللي كانوا ساكنين واسمه الدكتور نجاح، وكان اتخرج واشتغل طبيب في المنصورة. فجاء في يوم زيارة وقال لي انا بقالي مدة كبيرة وتمشي على سيدنا البابا بقول له نسلم عليه انت وانا كمان بقالي مدة، تعال نروح انا وانت. فلانه كان انا عندي ضرسي وجعني جدا، وقلت له المرة خليه يصلي لي على ضرسي لانه وجعني، او ما كنتش اعرف زي ما حالة ما حاش كنت صغير. فرحنا دخلنا لقينا طلع من العشية خلاص والفراشين قالوا ده نام، ما كانش بينام ولا حاجة لكن قالوا لنا كده. فزعلت انا وزعل هو ووقفنا كده شوية. فالدكتور نجاح كده قال لي يا خسارة يعني بس جاي من مصر قديمة لغاية كل دي وبعد يقول لنا نام وانا جاي من اخر الدنيا وبعد كده ماشي بكرة. طبعا مش عارف يعمل ايه، وكمان مش عايزين نزعل الناس، نام خلاص نسيبه بقى ونحترمه، عايزين نعرف يتعب طول النهار. خسرت المشوار. قلت له على كل حال احنا مش فيش حاجه اسمها خسرت المشوار احنا كسبناه وخدنا بركه كبيره قوي. قال لي ايه السبب؟ قلت له يا شاعر ان ساعه ما هتطلع على السلم بتاع المقر اللي بيطلع ثاني دور اللي هو بيطلع على اوضته، وانا عمال ادور على الوجع في ضرسي مش لاقيه، عمال ادوس على كل حته في اسناني ادور على الوجع فين حته مش لاقيه من ساعه ما هيطلع على السلم. فانبسطنا الحمد لله ورجعت فعلا يمكن نقول حضراتكم يمكن مده كبيره جدا لغايه ما في يوم من الايام برضه 3 سنين يمكن لما ابتدى الوجع يزيد شوية فرحت حشيته. يمكن دي كانت أول مرة أعرف إن في حاجة اسمها حشو للدروس وكذا. لكن بعد 3 سنين من هذه الزيارة لبابا كرولوس، وفي يوم من الأيام برضو أنا كنت في امتحان الليسانس بتاع الحقوق، وقبل الامتحان بأسبوع وبطني مسكتني أوي تعبتني خالص. وبعدين أنا قعدت أعالج فيها كل علاجات البلدي والأدوية إن هي تروح مفيش فايدة. فقلت بقى اروح للدكتور بقى والطبيب مفيش فايدة بقى لازم اكشف بقى. كان بقى لي اسبوع وكان صبح تاني يوم امتحان، قلت اروح بقى. فرحت قلت افوت على بابا كرولوس الاول في العشية اخليه يصلي لي قبل ما اروح الدكتور. فقلت عليه في العشية
وقفت كده من غير ما احط ايدي على بطني ولا حاجه، وقلت له يا سيدنا، قال لي نعم، وكان عارفنا. قلت له انا تعبان وعيان وعندي امتحان. قال لي كل ده تعالى لما اصلي لك، وبدل ما يحط الصليب على راسي راح حاطه على قلبي على بطني على طول، قعد يصلي. قال لي خلاص يا عم مفيش حاجه. قلت له طب يا سيدنا كتر خيرك، وبص ايده تاني ماشي يدور على الوجع في بطني فين، مفيش. رحت للدكتور قال لي ده شويه برد، واداني شويه ادويه بسيطه جدا ورخيصه خالص خالص خالص. قلت كنت في من اسبوع بحاله ضيعت لا ذاكرت فيه ولا، يا ريت كان الواحد واحده من الاول، لكن اهو يعني الواحد يعني دايما لازم بيعرف وبيجرب في الحياه ان الواحد دايما يلتجئ لربنا على طول قبل ما يبتدي يعالج بالادويه، لان ربنا فعلا بيتمجد مع الناس الكويسين دول. هو امرنا بكده في الانجيل، قال ولد احد بينكم يدعو خصوص الكنيسه ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت، وان كان فعل خطيه تغفر له خطيئته الدار تصرف كثيرا في فعلها. بركة الصلاة تكون معنا، امين. انا بقى في امتحان المسارسة وكده، في يوم من الايام انا رحت في البطرخانة، كنت احبه جدا، وكلمت عليه في العشية وطلعت وقفت بعيد شوية عنه عشان ما يزعلش مني، لأنه كان طابور كبير. وقفت بعيد، قلت لما يخلص الطابور كله ويطلع امشي. انا كنت احب ابص له، وقفت كده بعيد. في الليلة دي قعدت نعيط كتير قوي، عندما نزلت نعيط بشكل غريب قوي، وقلت احنا نشكرك يا رب اننا شفنا أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وأنبا مقاريوس وأنبا بخوميوس وأنبا موسى الأسود وأنبا الساس معلم ولاد الملوك وماكسيموس شفناهم كلهم في الراجل ده أنبا كل سادس. كنا نقراهم في الرهبان، كنا نقرا في الرهبان كتير زمان، احنا شفناه كلهم متجسم في الراجل ده. وعزت عليها نفسي كده فبقيت أبكي لغاية لما هو طلع ومشيت. هو طلع برضه، وجي بعد كده هو سافر راح اسكندرية، ومسكين راح الدير، وانا في الاثناء دي امتحنت امتحان الليسانس بتاعي، وهو راهبن ابونا مينا التلميذ بتاعه اللي كان اسمه سليمان رزق، راهبن عدير مرمي باسم ابونا مينا ابا مينا. ويمكن قعد 6 اشهر ما بين اسكندرية والدير، وبعد 6 اشهر جاي من اسكندرية، جاي من الدير هو كان، ونزل على البطرخانة وكان رايح الحبشة. وكتبنا طبعا في الكتاب بتاعي سنة 65 ان هو كان رئيس مؤتمر الكنائس الشرقية غير الكلقدونية، واتأخر المؤتمر مخصوص عشان هو يرأسه، لأنه كان مش عايز يروح، فالإمبراطور والحكومة الأثيوبية كلها ضغطت عليه عشان يروح، فراح. فكان الشعب في مصر بقى 6 اشهر ما شافش سيدنا، فكان يجي حوالي 3000 في البطرخانة، وأنا شلاه واحد من ضمنهم. لكن ده دخل الكنيسة ما سلمش على حد ابدا، ولا عايز يسلم لحد عشان كان ايام العشية على طول، فكل واحد يسلم له بعد العشية بعد العشية بعد العشية. ما جيت عندي انا ما رضيتش امد ايدي ولا حاجة، قلت لا عشان ما يحرجنيش، فراح هو مد ايده عليا وراح شددني من القميص بتاعي، ازيك يا ولا؟ قلت له اسلمك يا سيدنا. عملت ايه؟ قلت له الحمد لله يا سيدنا. طيب يا ابني. ودخل لي من العشية، وبعدين في الطابور بتاع الناس ده بيسلم عليهم، بقى سلمت كل واحد بيسلم يا دوبك يحط الصليب على دماغه ويبوس ويمشي على طول، مفيش كلام، لانه 3000 واحد، وهو كان صبح ثاني يوم مسافر الحبشة، ويمكن ثاني يوم ده يمكن في نفس الليلة هيركب الطيارة. فبرضه الطابور كان كبير جدا، وانا جيت فوت الطابور برضه قلت مش هتكلم ولا حاجة عشان ما يزوروش. برضه بصيت لقيته شايلني ووقفنا جنبه ويسلم على الناس كلها، ووقفنا جنبه يقول لي ازيك يا ولد؟ قلت له الحمد لله يا سيدنا. عملت ايه السنة؟ قلت له الحمد لله خدت الليسانس بتاع الحقوق. قال لي دورت على شو بدور؟ قال لي خلاص ما تدورش. قلت له ليه؟ قال لي ربنا يشوف لك شغلانه حلوه. قلت له ايه يا سيدنا؟ قال لي خلاص مالكش دعوه دلوقتي، روح هقول لك فيما بعد. مشيت انا بقى من عنده بفكر ايه الشغلانه دي يا مرمينا، ايه بقول له قلت سيبها لربنا يلا. وبعدين قلنا نودعها على المطار عشان نضيع السيوبه، فرحت بالليل، كان يوم ساعه عاوز يناير، فوت الزحمة دي كلها والناس كلها محترمة نفسها وواقفة، فجابوا سيدنا نحن نفسه شاي عشان يشرب مع سفير اثيوبيا في التوزيع بتاعه. لكن سيدنا ما رضيش يسأل، يا ابني انا راح اصلي هناك، فما شربش السفير شرب. وفوت الناس دي كلها متباعدة وكل واحد محترم نفسه، عشان كان في ناس كبار من الحكومة وكده بتودعهم، وده وانا لابس يعني مش لبس نظيف، جاكيت كل شيء وكده، والبنطلون شكل والجاكيت شكل والحذاء شكل، وما لهمش القيمة. وده بص له راح شددني وبص له من بعيد وشدني، قال لي تعالى يا ولا.
وجيت قال لي ازيك يا ابني؟ قلت له فين كده؟ قال لي يا ابني الدنيا ساعة عليك. قلت له الحمد لله سيدنا كيف ترجع بالسلامة. وقعد يتكلم معايا كتير، فالناس كلها ضجت وقالت ليه اشمعنى الواد اللي شكله وحش ده يخش والناس كلها محترمة شو نفسه ليه؟ فجاء اخوه الله يرحمه ابو بكر يوسف قال له تعالوا يا ابني تونا. قال لي يا ابني من الناس اللي محترمة نفسك، ناس محترمة نفسها، مش تحترم نفسك انت كمان. قلت له ابو محمد مش هو الاداني؟ قال له انا قلت له مش معقول تصدقني يا ابو يعني عجبا.